السلام عليكم اعزائي المشاهدين وحياكم الله في فيديو جديد. فيديو اليوم معانا شاعر الحدود، اشتهر بالاسم هذا شاعر الحدود، واشتهر بالقصيدة هذا. الدين فاق قواي صارت كالجبال عكله ورا عكله وهي لبن يدك زوت دين مليت النظار ما جيت اذمك بالشعر واغلط عليك ولا سم رزقك، بس ترك لي مجال مرة عشان الله يكون راضي عليك، ومرة عشان الله يحميك، ومرة عشان يحميك لأهلك والعيال، ومرة تجيك مني فلا تغلى عليك تفداك دامك كفو فيك اغلى الخصال، صحيح ذا الواجب ولا يؤمر عليك، لكن حالي صار ما عاد فيه حال. شوف كيف الوضع ما يخفى عليك. في ديرتي الحرب طوفها وطار، ما جيت من شبعه ولا العب عليك، وارقص على طلقات رشاشك هبال. 50,000 ريال جابتني لك، اصبحت اخاف ارد لو جاني اتصال، تهون طلقاتك ولا تهاون عليك طلقات رشاشك ولا قهر. الله طبعا الشاعر هذا هو الشاعر صالح القوي، طلع عندنا في الحارة هكذا سبحان الله، لقيته بالصدفة، وانا قد شفت الشعر هذا من قبل وتأثرت من القصيدة هذا، وكنت اشتي اعرف القصة وايش حصل معه وايش وقع، فالحمد لله لقيته. المهم حياك الله استاذ صالح. الله يحييك يا راجل، الله يبارك. الحين نشي تحكي لنا القصة، ايش قصة القصيدة هذه؟ القصة يا طويل العمر انه احنا بنشتغل في الحدود، تمام، نحمل معسل وتنباك يعني من الضريبة فقط، يعني مهرب زي ما تقول يعني عتال يعني مهرب هي بس ما كبير يعني ما بيهرب شيء، ممنوعات ممنوعات. أيوة. لا الدخان يعني حاجة بسيطة، يعني هربها فقط من الضرائب بسبب انه الاسعار عندهم من الضريبة مرتفعة. ايوه. ف جت لجنة ذيك الشهر، فكان كل ما حملنا متسكنة، كل ما حملنا لعند العسكري. كتبت هذيك الابيات اللي اول شيء ايش اللي خلاك تصير تشتغل هذا الشيء؟ والله الظروف يا اخي، جاب الزمن علينا ودين في دين ومشاكل وحصلت وحادث وكذا، المهم جمعت علي ديون تراكمت حول 50,000 سعودي. ما عاد قدرت، ما معي منفس. قلنا ندخل رسمي إقامة، قالوا والله ما تدخل عليك بصمات، بعد ما قد عملت إقامة وخسرت كل شيء. المهم قلنا والله ما لنا إلا ذا الشغل، لما ربك خفف دين فوقنا وبعدين سهل إن شاء الله بنشوف لنا شغل غير. يعني ما اشتغلت الشغل هذا إلا وأنا إيش مرغم عليه والله. المهم كتبت هذيك الأبيات من باطل إنه كل ما يعني حملت في حظي امتسكت، في حظ الناس امتسكت، يعني كان تشديد، زاد الدين. يعني كان عندما تمتسك بالحملة كان الخسائر علي. نعم فيها خسائر علي، لأنه به ناس يشتغل مع الغير وأنا كنت أحمل في حظي. أيوه. بسبب إنه كان تشديد، ما كان حد يرضى يحملك، يقول لك يا أخي تشديد، وأنا مضطر أشتغل وجلست إهانات صرفة. فالمهم خسرت عاد فوق الدين، زاد دينها. في يوم امسكت اللي يمسكني طبعا ما شاء الله عليهم عيال حلال كلهم، والله ونعم فيهم، عساكر السعوديين ما أقول فيهم لا كل خير. قال له واحد من اللي معي، قال له هذا شاعر تراه، قال انت شاعر؟ قلت الله الله. قال عندك شيء لنا؟ قلت موجود. قال سمع. قلت ابشر يا ذيب عند الشبك وجه الله عليك، تكفى خيتك انت يا سيد الرجال. رجال جيت اقضي ديوني ولا اشقى عليك، الدين فاق قواي صارت كالجبال. جبال عتله ورا عتله وهي لا بني يديك، زوت دين مليت النظار، ما جيت اذمك بالشعر واغلط عليك ولا سم رزقك، بس ترك لي مجال مرة عشان الله يكون راضي عليك، ومرة عشان يحميك لأهلك والعيال، ومرة تجيك مني فلا تغلى عليك تفداك دامك كفو فيك اغلى الخصال، صحيح ذا الواجب ولا يؤمر عليك، لكن حالي صار وما عاد فيه حال. شوف كيف الوضع ما يخفى عليك. في ديرتي الحرب طوفها وطال، ما جيت من شبعه ولا ألعب عليك، وارقص على طلقات رشاشك هبال. 50,000 ريال جابتني إليك، أصبحت أخاف أرد لو جاني اتصال، تهون طلقاتك ولا تهاون عليك طلقات رشاشك ولا قهر الرجال. وسلامتك يا غالي. صح لسانك. صح الله بدنك يا والله كلمة قوية اني تأثر تخلي الواحد يبكي. اقسم بالله. الله يسعدك يا غالي فوق راسي. المهم بعد ما سمعها ايش قال لك العسكري؟ ونعم فيه والله، فكاني على طول، قال توكل الله يستر عليك بالحلال. طبعا فكاني ارجع اليمن. ايه. لانه كان فيها توريد. انت كنت عارف انه بيصور؟ هو يصورك اول ما يمسكك يصورك، لان القصيدة انتشرت غير من النص. اللي صوروا منهم اثنين، واحد منهم اللي نشرها اللي صورها من بعد بدايتها شويه.
اي ولا هو اول ما يمسك يصورك بحجه انه اثبات عليك يسلمك للسجن. ايوه. كيف لو ما دريت ان الشعر انتشر، او متى عرفت ان القصيده انتشرت او اشتهرت او؟ والله عرفت هكذا فجأة شفت فتحت الواتساب، انا كنت ضعيف عشان حدود ومنطقة حدودية. كان كل واحد يرسل لي المقطع هذا. وش المقطع هذا؟ يرسلوا لي الواتساب، يعني اللي يعرفوني شافوه نزلوه ورسلوا لي يقولوا لي شوف انت صار انتشرت القصة حقك والقصيدة. فما كان عندي نت حتى احمل المقطع، يعني النت ضعيف جدا انا. ايوه. شفت واحد من اخوتي اللي ارسلها لي، قمت ادق عليه وش القصيدة وش الفيديو هذا اللي الناس كلها ترسله؟ قال هذا انت وانت مع العساكر السعوديين يوم جبت لهم قصيدة. فتفاجأت والله، ما لاني صار لها 5 شهور عند العسكري بعدين نشرها يعني انتشرت متأخرة على ما صورني، يعني ما كنت متوقع انه ينشرها. ايوه. فاجأت والله. فقمت بعدين بحثت، طلعت مكان بعيد شويه فيه نت شويه وتابعت مني القصيده والله. شفت التعاليق حق أيوة الناس كيف طبعا والله التعاليق كلها تبكيني اقسم بالله العظيم. ردود اليمنيين وكرامتهم شجعوني، ناس حفزوني ونعم فيهم، ناس يدعون. برضو السعوديين والله تعاليقهم كلها ما شاء الله عليهم، يعني كل الناس صراحه تعاليقهم كلها ما شاء الله، يعني ما في شيء يذمك. نعم. اي والله. الحين عادك بتشتغل في الشغله هذه ولا بطلت؟ والله بنشتغل لانه زي ما تقول وضع بلادنا يا اخي ما تدري وين تروح. وضع بلادنا زفت، ما في بطاله لا اخر شيء. طيب قصيده ثانيه عشان الجمهور. قلت على حسب راحه المسكين انت ارتحت، وعلى حسب صحتها اصبحت متعافي. وصلت لا فوق واحنا اللي وصلنا تحت، كلت القشر والذي قبلك كل الصافي. انا الذي طحت يومك بالسما جنحت، وانا الذي كنت شليتك على اكتافي. ابسط حقوقي اذا جات تجيب الشحت، وراتبي له 8 سنين يتشافي. عندي سؤال رد لو تكرم اذا صرحت، ليش اليمن شعبها يصرف على الهافي؟ وخليك صادق اذا بررت او وضحت، اللعب مكشوف ما عادت على الخافي. كم يا فنادق وكم اسواق قد فتحت، وجيوب وقصور وكان اسمك عليه حافي. وسلامتكم. صح لسانك. صح الله بدنك يا غالي حياك. المهم وبس وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى الفيديو يعجبكم، لا تنسوا تضغط لايك، وبحط لكم رابط قناتها في الوصف، روحوا اشتركوا عنده ووصلوا. كم معك مشتركين؟ 1000. حاولوا توصلوا اكبر عدد، 5000 10000 اللي تقدروا. المهم وبس وسلامتكم.